ما لا تعرفه عن الشيخ أبو إسحاق الحويني. أبو إسحاق الحويني شيخ وداعية مصري، ولد عام 1956 في مصر، وتوفي عام 2025 في قطر. كان أحد العلماء المتخصصين في علم الحديث، وله مؤلفات كثيرة في هذا المجال. درس اللغة الإسبانية بجامعة عين شمس في القاهرة، ولتفوقه في دفعته أرسل في بعثة إلى إسبانيا، لكنه لم يستمر، وعاد إلى بلده وتفرغ لطلب العلم الشرعي، ورحل من أجل ذلك إلى كل من الأردن والسعودية. أبو إسحاق الحويني عاش سنواته الأخيرة في قطر وتوفي فيها. ولد حجازي محمد يوسف شريف الذي اشتهر بكنيته أبو إسحاق الحويني يوم 10 يونيو 1956 بقرية حوين بمركز الرياض محافظة كفر الشيخ بمصر، وكان الابن الثالث بين 5 ذكور. ينتمي إلى عائلة ريفية من الطبقة المتوسطة تشتغل بالزراعة، واشتهر بلقب الحويني نسبة إلى قرية حوين التي ولد فيها بمحافظة كفر الشيخ في مصر. كان والده من أعيان قريته، وسماه حجازي تيمنا بموسم الحج إلى بيت الله الحرام، كما كانت له والدته سندا في طلب العلم. ويروى عنه أنه تكن في بدايات طلبه للعلم أبي الفضل لحبه للعالم المحدث الحافظ ابن حجر العسقلاني، ثم غير كنيته إلى أبي إسحاق بعدما قرأ عن العالم المقاصدي أبي إسحاق الشاطبي وقرأ له. وقيل تيمنا بكنية الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص، ويلقب الحويني نسبة لقرية حوين بكفر الشيخ. وبعدها التحق في الفترة الجامعية بكلية الألسن في جامعة عين شمس بالقاهرة، وتخصص في اللغة الإسبانية وتخرج فيها بتقدير عام امتياز. وبعد التخرج في الجامعة كان يريد أن يصبح عضوا في مجمع اللغة الإسباني، فأرسل بمنحة من كليته في بعثة طلابية إلى إسبانيا، لكنه لم يواصل دراسته هناك وعاد إلى مصر. أبدى اهتماما وشغفا كبيرا بالعلم الشرعي، فاختار توجها آخر وتفرغ بعد التخرج في الجامعة لدراسة علوم اللغة العربية وعلوم الحديث والتفسير والفقه، وتنقل بين مجالس الشيوخ وتتلمذ على عدد منهم، إذ درس على الشيخ محمد نجيب أصول الفقه، وتعلم أساليب الدعوة وفنون الخطابة على الشيخ عبد الحميد كشك. بعدها قادته رحلة طلب العلم إلى الأردن، حيث درس علوم الحديث على الشيخ ناصر الدين الألباني، وأصبح من أبرز تلامذته. وفي المملكة العربية السعودية تلقى العقيدة والفقه عن الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن صالح العثيمين. تولى الخطابة في كثير من المساجد بمصر، كما اشتهر بمجالسه العلمية التي شرح فيها كتب الحديث والتفسير والفقه والعقيدة والتوحيد. وكان يعمل في متجر للبقالة أثناء دراسته، وكان مهتما كثيرا بقراءة كتب الشيخ الألباني. كتب الشيخ أبو إسحاق الحويني مؤلفات كثيرة. توفي أبو إسحاق الحويني في العاصمة القطرية الدوحة مساء الاثنين 17 مارس 2025 ميلاديا عن عمر ناهز 68 عاما.